سعيد بن جبير. كان فتى وثيق الجسم مكتمل الخلق متدفقا حيوية ونشاطا، وكان إلى ذلك ذكي الفؤاد حاد الفطنة نزاعا إلى المكارم متأثما من المحارم. ولم يكن سواد لونه وفلفلة شعره وحبشية أصله لتنال من شخصيته المتميزة الفذة، وذلك على الرغم من حداثة سنه. ولقد أدرك الفتى الحبشي أصلا العربي ولاء أن العلم إنما هو طريقه القويم الذي يوصله إلى الله، وأن التقى إنما هي سبيله الممهدة التي تبلغ به الجنة، فجعل التقى في يمينه والعلم في شماله، وشد عليهما يديه كلتيهما، وانطلق يقطع بهما رحلة الحياة غير وان ولا متمهل. فمنذ نعومة أظفاره كان الناس يرونه إما عاكفا على كتابه يتعلم أو صافا في محرابه يتعبد. ذلكم هو رائعة المسلمين في عصره، سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. أخذ الفتى سعيد بن جبير العلم عن طائفة من جلة الصحابة من أمثال أبي سعيد الخدري وعدي بن حاتم الطائي وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة الدوسي وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنهم أجمعين، بيد أن أستاذه الأكبر ومعلمه الأعظم كان عبد الله بن عباس حبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبحر علمها الزاخر. لزم سعيد بن جبير عبد الله بن عباس لزوم الظل لصاحبه، فأخذ عنه القرآن وتفسيره والحديث وغريبه، وتفقه على يديه في الدين، وتعلم منه التأويل، ودرس عليه اللغة فتمكن منها أعظم التمكن، حتى غدا وما على ظهر الأرض أحد من أهل زمانه إلا وهو محتاج إلى علمه. ثم طوف في ديار المسلمين بحثا عن المعرفة ما شاء الله أن يطوف، فلما اكتمل له ما أراد من العلم اتخذ الكوفة دارا له ومقاما، وغدا لأهلها معلما وإماما. كان يؤم الناس في رمضان، فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود، وأخرى بقراءة زيد بن ثابت، وثالثة بقراءة غيرهما، وهكذا. وكان إذا صلى منفردا فربما قرأ القرآن كله في صلاة واحدة. وكان إذا مر بقول الله عز وجل فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، أو مر بنحوها من آيات الوعد والوعيد، اقشعر جلده وتصدع فؤاده وهمت عيناه، ثم لا يزال يبدأ فيها ويعيد حتى يوشك أن يقضي نحبه. وقد دأب على شد رحاله إلى البيت الحرام كل عام مرتين، مرة في رجب محرما بعمرة، وأخرى في ذي القعدة محرما بحج. وقد كان طلاب العلم وشداة الخير والبر والنصح يتوافدون على الكوفة لينهلوا من مناهل سعيد بن جبير الثرة العذبة، ويغترفوا من هديه القويم. فهذا يسأله عن الخشية ما هي، فيجيبه بقوله: الخشية أن تخشى الله جل وعز حتى تحول خشيته بينك وبين معاصيك. وذاك يسأله عن الذكر ما هو، فيقول: الذكر هو طاعة الله جل وعلا، فمن أقبل على الله وأطاعه فقد ذكره، ومن أعرض عنه ولم يطعه فليس بذاكر له ولو بات ليله يسبح ويتلو. وقد كانت الكوفة حين اتخذها سعيد بن جبير دار إقامة له خاضعة للحجاج بن يوسف الثقفي، إذ كان الحجاج يومئذ واليا على العراق والمشرق
وبلاد ما وراء النهر، وكان يتربع حينئذ على ذروة سطوته وسلطانه، وذلك بعد أن قتل عبد الله بن الزبير وقضى على حركته، وأخضع العراق لسلطان بني أمية، وأخمد نيران الثورات القائمة هنا وهناك، وأعمل السيف في رقاب العباد، وأشاع الرعب في أرجاء البلاد، حتى امتلأت القلوب رهبة منه وخشية من بطشه. ثم شاء الله أن يقع صدام بين الحجاج بن يوسف الثقفي وبين عبد الرحمن بن الأشعث أحد كبار قواده، وأن يتحول الصدام إلى فتنة أكلت الأخضر واليابس، وتركت في جسم المسلمين جراحات غائرة. وكان من خبر هذه الفتنة أن الحجاج سير ابن الأشعث بجيش لغزو رتبيل ملك الترك على المناطق الواقعة وراء سجستان، فغزا القائد الباسل المظفر شطرا كبيرا من بلاد رتبيل، واحتل حصونا منيعة من دياره، وغنم مغانم كثيرة من مدنه وقراه. ثم بعث إلى الحجاج رسلا زفوا له بشائر النصر الكبير، وحملوا معهم خمس الغنائم لتستقر في خزائن بيت مال المسلمين، وكتب له كتابا استأذنه فيه بالتوقف عن القتال مدة من الزمن ليختبر مداخل البلاد ومخارجها، ويقف على طبيعتها وأحوالها، وذلك قبل التوغل في شعابها القاصية المجهولة وتعريض الجيش الظافر للمخاطر. فاغتاظ الحجاج منه، وأرسل إليه كتابا يصفه فيه بالجبن والخنوع، وينذره بالويل والثبور، ويهدده بالتنحية عن قيادة الجيش. فجمع عبد الرحمن وجوه الجند وقادة الكتائب، وقرأ عليهم كتاب الحجاج واستشارهم فيه، فدعوه إلى الخروج عليه والمبادرة إلى نبذ طاعته. فقال لهم عبد الرحمن: أتبايعونني على ذلك وتؤازرونني على جهاده حتى يطهر الله أرض العراق من رجسه؟ فبايعه الجند على ما دعاهم إليه. هب عبد الرحمن بن الأشعث بجيشه الممتلئ كراهة للحجاج، ونشبت بينه وبين جيوش ابن يوسف الثقفي معارك طاحنة انتصر فيها نصرا مؤزرا، فتم له الاستيلاء على سجستان وجل بلاد فارس، ثم أقبل يريد انتزاع الكوفة والبصرة من يدي الحجاج. وفيما كانت نيران الحرب مشتعلة بين الفريقين، وكان ابن الأشعث ينتقل من ظفر إلى ظفر، وقع للحجاج خطب زاد خصمه قوة، ذلك أن ولاة الأمصار كتبوا إلى الحجاج كتبا قالوا فيها إن أهل الذمة قد طفقوا يدخلون في الإسلام ليتخلصوا من دفع الجزية، وقد تركوا القرى التي يعملون فيها واستقروا في المدن، وإن الخراج قد اضمحل، وإن الجبايات قد أفلست. فكتب الحجاج إلى ولاته في البصرة وغيرها كتبا يأمرهم فيها بأن يجمعوا كل من نزح إلى المدن من أهل الذمة، وأن يعيدوهم إلى القرى مهما طال نزوعهم عنها. فصدع الولاة بالأمر، وأجلوا أعدادا كبيرة من هؤلاء عن ديارهم، وأبعدوهم عن موارد أرزاقهم، وحشدوهم في أطراف المدن، وأخرجوا معهم نساءهم وأطفالهم، ودفعوهم دفعا إلى الرحيل إلى القرى بعد أن مضى على فراقهم لها حين من الدهر. فأخذ النساء والولدان والشيوخ يبكون ويستصرخون ويستغيثون وينادون: ومحمداه ومحمداه، وحاروا فيما يفعلون وإلى أين يذهبون. فخرج إليهم فقهاء البصرة وقراؤها ليغيثوهم ويشفعوا لهم، فلم يتمكنوا من ذلك، فطفقوا يبكون لبكائهم ويستغيثون لمصابهم. اغتنم عبد الرحمن بن الأشعث هذه الفرصة، ودعا الفقهاء والقراء إلى مؤازرته، فاستجابت له كوكبة من جلة التابعين وأئمة المسلمين،
وعلى رأسهم سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى والشعبي وأبو البختري وغيرهم. ودارت رحى الحرب بين الفريقين، وكان النصر فيها أول الأمر لابن الأشعث ومن معه على الحجاج وجنوده، ثم بدأت كفة الحجاج ترجح شيئا فشيئا حتى هزم ابن الأشعث هزيمة منكرة وفر ناجيا بنفسه، واستسلم جيشه للحجاج وجنوده. أمر الحجاج مناديه أن ينادي في المقاتلين المهزومين وأن يدعوهم لتجديد بيعته، فاستجاب أكثرهم له وتوارى بعضهم عنه، وكان بين المتوارين سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. فلما أخذ المستسلمون يتقدمون تباعا لبيعته فوجئوا بما لم يكن في حسبانهم، فلقد جعل يقول للواحد منهم: أتشهد على نفسك بأنك قد كفرت بنقض بيعتك لوالي أمير المؤمنين؟ فإذا قال نعم قبل منه تجديد بيعته وأطلق سراحه، وإذا قال لا قتله. فكان بعضهم يخضع له ويقر على نفسه بالكفر لينقذ نفسه من القتل، وكان بعضهم يستكبر ذلك ويستنكره فيدفع رقبته ثمنا لإبائه واستنكاره. ولقد ذاعت أخبار تلك المجزرة الرهيبة التي قتل فيها 10,000 من الرجال ونجا منها 10,000 بعد أن دمغوا أنفسهم بالكفر. من ذلك أن شيخا معمرا من قبيلة خثعم كان معتزلا للفريقين مقيما وراء الفرات، فسيق إلى الحجاج مع من سيقوا إليه، فلما أدخل عليه سأله عن حاله فقال: ما زلت منذ شبت هذه النار معتزلا وراء هذا النهر منتظرا ما يسفر عنه القتال، فلما ظهرت وظفرت أتيتك مبايعا. فقال له: تبا لك، أتقعد متربصا ولا تقاتل مع أميرك؟ ثم زجره قائلا: أتشهد على نفسك بأنك كافر؟ فقال: بئس الرجل أنا إن كنت عبدت الله 80 عاما ثم أشهد بعد ذلك على نفسي بالكفر. قال له: إذن أقتلك. فقال: وإن قتلتني فوالله ما بقي من عمري إلا ظمء حمار، فإنه يشرب غدوة ويموت عشية، وإني لأنتظر الموت صباح مساء، فافعل ما بدا لك. فقال الحجاج لجلاده: اضرب عنقه. فضرب الجلاد عنقه، فلم يبق أحد في المجلس من شيعة الحجاج أو من عدوه إلا أكبر الشيخ ورثى له وترحم عليه. ثم إنه دعا بكميل بن زياد النخعي وقال له: أتشهد على نفسك بالكفر؟ فقال: والله لا أشهد. فقال: إذن أقتلك. فقال: اقض ما أنت قاض، وإن الموعد فيما بيننا عند الله، وبعد القتل الحساب. فقال له الحجاج: ستكون الحجة يومئذ عليك لا لك. فقال له: ذلك إذا كنت أنت القاضي يومئذ. فقال الحجاج: اقتلوه. فقدم وقتل. ثم قدم إليه رجل آخر كان يكرهه ويشتهي أن يظفر بقتله لما كان ينقل إليه من سخريته به، فبادره قائلا: إني أرى أمامي رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر. فقال الرجل: لا تورطني وتخدعني عن نفسي، فأنا أكفر أهل الأرض وأكفر من فرعون ذي الأوتاد. فخلى سبيله وهو يتحرق ظمأ لقتله. ذاعت أخبار تلك المهلكة الرهيبة التي قتل فيها 10,000 من المؤمنين الراسخين، ونجا منها 10,000 ممن أكرهوا على دمغ أنفسهم بالكفر. فأيقن سعيد بن جبير أنه إن وقع بين يدي الحجاج غدا بين 2 لا ثالثة لهما، فإما أن تدق عنقه وإما أن يقر على نفسه بالكفر، وهما أمران أحلاهما مر، فآثر أن يخرج من بلاد العراق وأن يتوارى عن الأنظار،
وظل يضرب في أرض الله الواسعة مستخفيا عن الحجاج وعيونه، حتى لجأ إلى قرية صغيرة في أراضي مكة، وبقي على حاله هذه 10 حجج كاملات كانت كافية لأن تطفئ نيران الحجاج المتقدة في قلبه، وأن تزيل ما في نفسه من ضغن عليه، بيد أنه حدث ما لم يكن يتوقعه أحد، ذلك أنه قدم على مكة وال جديد من ولاة بني أمية هو خالد بن عبد الله القسري، فتوجس أصحاب سعيد بن جبير خيفة منه لما كانوا يعرفون من سوء سيرته، وتوقعوا الشر على يديه. فجاء بعضهم إلى سعيد وقالوا له: إن هذا الرجل قدم مكة، وإنا والله لا نأمنه عليك، فاستجب لطلبنا واخرج من هذا البلد. فقال: والله لقد فررت حتى صرت أستحي من الله، ولقد عزمت على أن أبقى في مكاني هذا، وليفعل الله بي ما يشاء. لم يكذب خالد ظن السوء الذي ظنه الناس به، فما أن علم بمكان سعيد بن جبير حتى أرسل إليه سرية من جنوده، وأمرهم أن يسوقوه مقيدا إلى الحجاج في مدينة واسط، فأطبق الجند على بيت الشيخ، وألقوا القيد في يديه على مرأى من بعض أصحابه، وآذنوه بالرحيل إلى الحجاج، فتلقاهم هادئ النفس مطمئن القلب، ثم التفت إلى أصحابه وقال: ما أراني إلا مقتولا على يدي ذلك الظالم، ولقد كنت أنا وصاحبان لي في ليلة عبادة، فاستشعرنا حلاوة الدعاء، فدعونا الله بما دعونا، وتضرعنا إليه بما شاء أن نتضرع، ثم سألنا الله جل وعز أن يكتب لنا الشهادة، وقد رزقها الله لصاحبي كليهما، وبقيت أنا أنتظرها. ثم إنه ما كاد ينتهي من كلامه حتى طلعت عليه بنية صغيرة له، فرأته مقيدا والجند يسوقونه، فتشبثت به وجعلت تبكي وتنشج، فنحاها عنه برفق وقال لها: قولي لأمك يا بني إن موعدنا الجنة إن شاء الله تعالى. ثم مضى. بلغ الجند بالإمام الحبر العابد الزاهد التقي النقي الورع مدينة واسطة، وأدخلوه على الحجاج، فلما صار عنده نظر إليه في حقد وقال: ما اسمك؟ فقال: سعيد بن جبير. فقال: بل شقي بن كسير. فقال: بل كانت أمي أعلم باسمي منك. فقال: ما تقول في محمد؟ قال: تعني محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال: نعم. قال: سيد ولد آدم النبي المصطفى، خير من بقي من البشر وخير من مضى، حمل الرسالة وأدى الأمانة، ونصح لله ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم. قال: فما تقول في أبي بكر؟ قال: هو الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب حميدا وعاش سعيدا، ومضى على منهاج النبي صلوات الله وسلامه عليه، لم يغير ولم يبدل. قال: فما تقول في عمر؟ قال: هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وخيرة الله وخيرة رسوله، ولقد مضى على منهاج صاحبيه، فعاش حميدا وقتل شهيدا. قال: فما تقول في عثمان؟ قال: هو المجهز لجيش العسرة، الحافر بئر رومة، المشتري بيتا لنفسه في الجنة، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، ولقد زوجه النبي بوحي من السماء، وهو المقتول ظلما. قال: فما تقول في علي؟ قال: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الفتيان، وهو زوج فاطمة البتول، وأبو الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. قال: فأي خلفاء بني أمية أعجب لك؟
قال: أرضاهم لخالقهم. قال: فأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. قال: فما تقول في؟ قال: أنت أعلم بنفسك. قال: بل أريد علمك أنت. قال: إذن يسوءك ولا يسرك. قال: لا بد من أن أسمع منك. قال: إني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله تعالى، تقدم على أمور تريد بها الهيبة، وهي تقحمك في الهلكة وتدفعك إلى النار دفعا. قال: أما والله لأقتلنك. قال: إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. قال: اختر لنفسك أي قتلة شئت. قال: بل اخترها أنت لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. قال: أفتريد أن أعفو عنك؟ قال: إن كان عفو فمن الله تعالى، أما أنت فلا براءة لك ولا عذر. فاغتاظ الحجاج وقال: السيف والنطع يا غلام. فتبسم سعيد، فقال الحجاج: وما تبسمك؟ قال: عجبت من جراءتك على الله وحلم الله عليك. فقال: اقتله يا غلام. فاستقبل القبلة وقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقال: احرفوا وجهه عن القبلة. فقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال: كبوه على الأرض. فقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال: اذبحوا عدو الله، فما رأيت رجلا أدعى منه لآيات القرآن. فرفع سعيد كفيه وقال: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي. لم يمض على مصرع سعيد بن جبير غير 15 يوما حتى حم الحجاج واشتدت عليه وطأة المرض، فكان يغفو ساعة ويفيق أخرى، فإذا غفى غفوة صغيرة استيقظ مذعورا وهو يصيح: هذا سعيد بن جبير آخذ بخناقي، هذا سعيد بن جبير يقول: فيما قتلتني؟ ثم يبكي ويقول: ما لي ولسعيد بن جبير؟ ردوا عني سعيد بن جبير. فلما قضى نحبه ووري ترابه رآه بعضهم في الحلم فقال له: ما فعل الله بك في من قتلتهم يا حجاج؟ فقال: قتلني الله بكل امرئ قتلة واحدة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. وقتلني بسعيد بن جبير 70